السلام عليكم، إزيكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. فيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفة بنستخدمها كتير جدًا جنب السمك أو المشويات، وهي من السلطات الأساسية جنب كل وصفة. هنعمل النهارده الطحينة بطريقة سهلة جدًا وبسيطة وبكوباية سمسم واحدة بس. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف وصفتنا. أول حاجة في طاسة على النار كده حط كوباية من السمسم الأبيض. أنا مش عايزة السمسم ياخد أي لون ولا يتحمص، أنا بس عايزاه يسخن. أول ما تلاقوا السمسم بدأ يطقطق كده اطفوا النار وسيبوه لحد ما يبرد شوية، بس كده مش بنسيبه يتحمر ولا أي حاجة خالص. ده شكل السمسم بتاعنا بعد ما برد شوية، شايفين متغيرش لونه ولا أي حاجة خالص. ما تخلوش يتحمر عشان ما يمررش معاكي الطحينة بتاعتك ويبقى طعمها مش حلو. احنا بس بنسخنه مش أكتر من كده. بعد كده بقى هاجيب الكبة بتاعتي واحط فيها السمسم كده حبة حبة زي ما انتم شايفين. بعد بقى ما حطيت السمسم بتاعي كده في الكبة هغطيها واطحن السمسم كويس جدًا، جدًا، لحد ما يطلّع لي كل الزيوت بتاعته خالص، وهيبقى معايا بالشكل ده كده، شايفين عامل إزاي؟ بتمسكوه بإيدكم كده تتّكوا عليه تحسوا بقى عجين أو بيمسك في بعضه زي ما انتم شايفين كده. كده هو تمام وده القوام اللي إحنا عايزينه بالضبط. بعد كده بقى هاجيب الخلاط بتاعي وهافضّي فيه كل كمية السمسم اللي أنا طحنتها بالشكل ده كده. وبعد كده بقى هاضيف عليها معلقة صغيرة من الملح وشوية من الزيت. هنضيف الزيت بالتدريج واحنا بنخلط في الخلاط عشان ما تبقاش سايلة قوي. هنضيف الزيت شوية شوية ونشوف القوام لحد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. مش بنحط بقى سوداني ولا دقيق ولا اي حاجة خالص. وده كده شكلها بعد ما ضربتها كويس جدا في الخلاط، ومفيش اسهل ولا ابسط من كده من غير حاجات كتير ولا بقى سوداني ولا دقيق، تطلع معاكم طعمها زي الجاهزة بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص. وشايفين القوام بتاعها كريمي جدًا وخطير وتحفة، وبكوباية واحدة من السمسم هتعملي برطمان من الطحينة. الطحينة دلوقتي بقت غالية جدًا، فتقدري تعمليها في البيت بكل سهولة وبساطة من غير أي تعقيد. جربوا الطحينة البيتي وأراهنكم عمركم ما هتشتروها من برّه أبدًا. وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتِ معايا لآخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، وأشوفكم في وصفة جديدة.